كل مرة كنت بقول دي اخر مرة، خلاص مش هقدر استحمل اكتر من كده. بس في الحقيقة كنت دايما بلاقي نفسي واقفة في نفس المكان قدام نفس الشخص ونفس الكسر جوه قلبي. جوزي المفروض يكون في ظهري وسندي، بقى كل فترة الاقيه بيكلم واحدة شكل، مش مرة ولا اتنين، مواقف كتيرة صعبة وما تتعدش. في الاول كنت بنهار وبحاول اصلح، اقول عشان العيال، عشان البيت، مفيش قدامي حل تاني، اقف على رجلي بالعافية. واول ما ابدأ اهدى الاقيه بيلبخ تاني. والمضحك انه دايما يعترف بجزء من اللي حصل، ويفضل يتكلم كأنها حاجة عادية، كأن قلبي مش بيتكسر كل مرة. يقولك لقيت فيها الاحتواء، التانية الجدعنة، التالتة مش عارف ايه. طب وانا مش كنت بتقولي اني مقصرة في اي حاجة؟ انا من جوايا مستوية والله. انا كنت محتاجة يكون السند، يكون الاب قبل الزوج، الاخ قبل الحبيب. كنت بقوله دايما خليك كل الشخصيات اللي محتاجاها جوه البيت، ما تدورش عليها برا. بس هو بمنتهى البجاحة يقولي غلطان، بس مش غلط كبير عديها. يتكلم عن خيانته كأنها هزار، كأنها مش حاجة تكسر البني آدم من جوه. واجهته كذا مرة، كنت ببقى مكسورة، دموعي في عيني، قلبي بيترج، وهو واقف بكل برود. ما تعمليش من الحب قبة، انتي عارفة اني بحبك. الحب مش كلمة بتتقال يا راجل، الحب مواقف، امان، احترام، مش طعنة ورا طعنة وانا ساكتة. الوجع الحقيقي مش بس في الخيانة نفسها، الوجع من انك تكوني محتاجاه وهو اول واحد يكسرك. انا اتبهدلت واتكسرت، بس جوايا لسه نقطة نور صغيرة بتقولي قوي قلبك، مش علشانه، علشان نفسك. لو كنتوا مكاني كنتوا هتسامحوا تاني ولا خلاص؟ القلب لما يتكسر مش بيتلحم. استني رأيكم في الكومنتات.